بصي بقى، لو زهقتي من المكرونة البشاميل اللي دايما بتطلع ناشفة أو البشاميل بيكلكع معاكي، ركزي معايا هقولك على طريقة تطلع طرية وكريمية وبتدوب في البق. بدأنا ب200 جرام مكرونة قلم سلقناها في مية وملح وطلعناها قبل ما تستوي على الآخر علشان تكمل سواها في الفرن وتفضل ماسكة نفسها. وللحشو شوحنا بصلتين صغيرين مفرومين مع 200 جرام لحمة مفرومة وضفنا عليهم معلقة كبيرة مليانة صلصة طماطم ومعاها معلقة صغيرة ممسوحة من ال7 بهارات والملح، وسبناهم لحد ما تعصجوا كويس. بعد كده عملنا البشاميل. في حلة على النار سيحنا 3 معالق كبار زبدة أو أي بديل متوفر زي الزيت أو السمن، وضفنا 3 معالق كبار دقيق وقلبنا لحد ما لونه اصفر شوية. نزلنا ب3 كوب حليب بالتدريج ومعاهم 400 مل كريمة طبخ أو ممكن علبة قشطة وكوبايتين لبن مكانها، ولو القوام تقيل ممكن نزود شوية مية. وفي صينية مدهونة بالزبدة حطينا نص كمية المكرونة وفوقها اللحمة، وبعدين باقي المكرونة وغطيناها بالبشاميل ورشة جبنة على الوش لو حبيتي، ودخلناها فرن سخن على درجة 200 لحد ما وشها اتحمر وبقى دهب يفتح النفس. جربيها وهتشوفي بنفسك الفرق.